السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا لاباس، اموركم هانيه وصحتكم بخير. وصلنا العشر الاواخر من رمضان، الحمد لله يا ربي. ان شاء الله ربي يزيد يقدرنا صلاه ودعاء وزكاه. وكما على بالكم بدينا مع تحضيرات العيد. اليوم انا كان روتين خفيف. اول حاجه جاب لي زوجي القضيان هادو، هاني بديت نستف فيه، وفي نفس الوقت رايحه نشارك معاكم وصفه مقروض تاع امي، يعني ناجحه مليار في المية. البنات تبعوا برك بالطريقه اللي رايحه نهضرها لكم ولي زاستيوس. البنات اول حاجه بديت بيها، حطيت السمن تاعي يدوب. والبنات من الأحسن أنكم تخلوه يبرد مليح، وزيد لو كان يعني تخليوه حتى يجمد، رايح يساعدكم مليح في الخدمة ويعطيكم الطوع. ونجيبو هنا 3 كيلات تاع السميد، تكون الكيلة غازي مع الملح والسمن هذاك. دونك 3 كيلات سميد بكيلة تاع السمن ولا الدهان. شوفوا كبيت عليها، ونبداو البنات نبلو كلش في بعضها. ورايحه تبدا هنا اهم نقطه في المقروض واللي تخليه سوا ينجح سوا ما يصلحش، واللي هي اننا نبداو نمحرو فيه. وهنا اهم حاجه يا بنات هي الطريقه كيف نخدمو. هنا رايحين نستعينوا بكف اليد، كما نقولوا نقعدوا نمحروا في هذاك السميد والدهان حتى نحسوا لاباط تاعنا تبل، يعني تتشمخ مليح. شوفوا هنا راني شرحت لكم، شوفوا في الفيديو مليح. هذه الطريقه زيتها على امي، كنت ديما انا نخدمه وهي عقابي، لا ماشي هكذا، لا ماشي هكذا. شوفوا هنا الطريقه هذه تاع اليد، راني قاعده نبازي على كف يدي على قد ما نقدر. ونقعد هكذا واحد الربع ساعة البنات، يعني قد ما تديروا هذه الطريقة راح تضمنوا نجاح الوصفة تاعكم. حتى شوفوا هنا لاباط تاعي كيفاه رجعت تقولي عليها مشمخة، راني قاعدة نعتلكم يعني. هذا كامل مازال ما حطيت ولا قطرة تاع الماء، جوست قاعدة نمحر فيه هنايا. دوك تشوفوا كيفاه، شوفوا قاعدة تتلم نورمال يعني فاسيلمون. هاني قاعده نعتلكم يعني باش تتاكدوا. واش راح نزيد ندير البنات؟ دوك نجيب كيله تاع الماء مع ما الزهر، ونبدا نلم في العجينه تاعي. هنا رايحين نستعملوا ولا نستعينوا فقط باطراف الاصابع، بصبعنا برك. شوفوا خفيف هكذا برك. ولازم البنات تكملوا الكيله تاعكم تاع الماء. شوفوا ممكن تبان لكم بزاف وجاكم مشمخ، لكن احنا رايحين نخليو هذيك لاباط تاعنا ترتاح. من بعد كي نجيو نخدموا يعني نلقاوها جوست هذيك هي. هنا كملت بليت انايا لاباط تاعي، غطيتها وخليتها ترتاح. وقادرين يعني تخدموا طول كي تكونوا مزروبين ولا ما كان حتى مشكل. وجيت هنا الغرس تاعي البنات نقيتها وقاعده نعجن فيها بما زهر، ودرت لها البنات. شوفوا لازم هنا تديروها مليح تجي طالقه روحها باش من بعد ما تيبسلناش في الفور. ونزيد نحط لها القرفه، احنا نحبوا القرفه بزاف، انا نكثر نحب هذاك الكو تاعها. وتقدروا تزيدوا الجلجلانيه يعني كل واحده وكيفاه. هنا لميتهم هكذا بالزيت باش تجيني سهله الخدمه. جيت العجينه تاعي، شوفوا كيف لقيتها بعد ما ارتاحت. شوفوا الله يبارك، راهي يعني جوست ما يمشمخه ما ينشفه بزاف. شكلت هنا البنات لي بودان تاعي هادو، راني من بعد نقسمهم الوحده على زوج، راهم كبار بزاف. والطابع تاعي هدايا، ورايحه نبدا نشكل. شوفوا هذا ني شكلته هنايا سي بون. رايحه نعتلكم هذه الطريقه. شوفوا تعجنوا خطره واحده باش نضمنوا انها تتلم لنا لاباط. نفتحوا نحطوا الغرس تاعنا، يعني الطريقه هذه رانا كلنا عرفوها. ونسكروها ونبداو نشكلوا في البودان تاعنا بلا عقل البنات، غير بالعقل هكذا باش ما يدخلش الهواء العجينه تاعنا. هكذا رايحه ندير البوده تاعي ما يكون كما نقولوا احنا رقيق بزاف، ما يكون خشين. ونجيب الطابع تاعي هنايا ونطبعو، رايحه نلض مليح باش الرشمه هذيك تخرج لي. ومن بعد نحيه ونقعد انايا نسقم فيه. شوفوا رايحه نبدا نحي هادو الزوائد البنات، وهادو الزوائد ما تتخلصوش منهم، هادو رايحين نحتاجهم ان كي نبداو نحطوا الحبات تاعنا في البلاطو نبداو بها هي الاولى. نبداو بهم باش من بعد نضمنوا انه الحبات تاعنا ما يتحرقوناش. وهكذا بعد الطريقه هاني سقمتو بيان باش يجوا العلو قد هكذايا. ونقسم الحبات تاعي ونبدا نستف فيهم
في البلاطو تاعي وزدت نعدت لكم هنايا يعني هكذا باش هذا البودان الدوزيام. شوفوا هاني قاعده نقص في الحبات يعني قدامكم نعدت لكم كلش، ومره على مره البنات نيطوايو الموس تاعكم اللي بتخدموا به هكذا باش تجي الخدمه تاعكم فينيه، يعني خدمه نظيفه منظمه. كملت انايا كلش. شوفوا هنا قاعده نعطيكم في هادو حنديرهم في البلاطو. كملت البنات الكونتيتي تاعي، جاني بلاطو كبير بسم الله ما شاء الله ها هو، والبلاطو هذا الصغير حطيت فيه حبيبات تاع القرنفل انا نحبهم بزاف. حطيته البنات يطيب، شعلت الفور من تحت سخن، حطيت لي بلاطو في زوج في نفس الوقت، خليتهم نص ساعه من تحت ومن بعد تشعلت لهم من فوق جست ياخذوا تحميره خفيفه. وشوفوا لي الله يبارك بعد ما وجد هذا هو البنات. صدقوني هذه وصفه ناجحه 100%، شاركتها معاكم بكل تفاصيلها. جربوا الوصفه اكيد رايحه تنجح لكم، وخليوا لي تعاليقكم، واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك واشتراك باش تكبر عائلتنا، والسلام عليكم.